السلام عليكم ورحمة الله. في مفاجأة من العيار الثقيل، عاجل عاجل عاجل، رسميا البريكس يوافق على انضمام الجزائر رغما عن المراركة ورغما عن مالي وغيرها. تحضر روسيا للقمة 16 لمنظمة البريكس الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية والدبلوماسية في شهر أكتوبر المقبل. كما يعد بنك البريكس إحدى أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدان المساهمة. ووافق البريكس رسميا على انضمام الجزائر كعضو جديد إليه، على الرغم من أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف قد أكدوا بأن ملف البريكس طوي بشكل نهائي في الجزائر، وأنها ظاهرة عابرة مقارنة بمواقف وسياسات الجزائر الداخلية والخارجية. فقد أعلنت الجناح المالي للمنظمة المتمثل في بنك البريكس عن تطورات مهمة في القضية وعودة الجزائر من الباب الواسع، على الرغم من أن اسمها لم يغادر البريكس تماما. وللعلم هذا سيسهل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وحل مشاكل أمن الغذاء والطاقة وتطوير البنية التحتية المستدامة وخلق التنموية. وعليه فقد أعلنت رئيسة بنك التنمية لمجموعة البريكس ديلما روسيف بأن الجزائر قد حصلت رسميا على الموافقة للانضمام إلى مجموعة البريكس، وأنهم فوضوا الجزائر بشكل رسمي للانضمام إليه، وأن إجراءات الانضمام تمت الموافقة عليها، مضيفا بأن السلطات الجزائرية قامت بنحو 1.5 مليار، قبل أن تؤكد بأن ذلك يأتي تمهيدا للانضمام للتكتل كعضو ضمن عملية توسيعية سيتم الإعلان عنها في روسيا، لأن هذا شرط من شروط الانضمام والجزائر أعلنت الشرط. شاركنا رأيك في التعليقات عزيزي المتابع، والسلام عليكم ورحمة الله.